نقل عبد الخالق محجوب من السجن الحربي بن درمان إلى معسكر الشجرة اللي هو المدرعات يعني أو سلاح الذخيرة، وهناك أيضا تم تحديد إقامته يعني برضو اعتقال. هل قدرت تزوروه هناك أنت؟ والحاجة ما كان اعتقال ولا تحديد إقامة، كان يعني حاجة أنا ما شفتها حبس بتحصل يعني. ولا في العالم. يعني زول مخطوط في أوضة مقفول عليه، ممنوع حتى الحارس اللي قدام الباب ما يتكلم معه. وده جعفر ده قال لهم ما في زول يتكلم مع الزول ده زي الساحر، كان تكلمتوا معاه بيقلب رأيكم. ما في جرايد، ما في اتصال، ما في زيارة لأسرته، بس كده عزلة تامة. عزلة تامة لكن فوق رأي. حسب تحليلاتهم هم بعض الأطباء بتاعينهم، وأنا علمت إن برضو دخلوا فيها أطباء من بعض المصريين اللي قلت لك كانوا ورا السادات. كان المهم إنه الزول لما يعني يتم يكون قاعد في عزلة تامة لفترة محددة بيفقد الذاكرة، يعني ما بيكون هو ذاته. فهو ده كان قصدهم من العزلة على أساس إنه ننتهي. قام طلب مامون عوض مشى زاره في المعتقل حسب رواية عبد الخالق، فقال يعني كان بيتكلم معاهم على أساس إنه بالنسبة لي زي الاختبار، إنه هو واعي والتحمل غيب غيره. فذاك بيربوسلي كان بقصد كان بيرد له لغاية يوم كده مع ما جيت في اليوم كده المهم وراه إنه هو واعي وعارف التاريخ، لأنه ما فارد عاد عرف إنه يعني معناتها أنا ما في حاجة تهدني، كان حبستوني كان وديتوني تحت رباطة. فالمهم فقام يعني غلف الزيارة، قال لي طبعا احنا عارفين انك انت زول ما بتستحمل تقعد بدون قرايه وكده، فتوريني الكتب اللي انت عاوزها يعني عشان نجيبها لك وكده تقراها. اتذكر واحده من الكتب اللي كان عبد الخالق طالبها اسمه دي برضه عندها قصه، ذا كنيزيان ايكونومي. الكنيزيان ايكونومي دي جينا نفتش، ده كان هو طلبها اصلا مننا يعني مني عشان نجيبها. مكتبته في البيت؟ لا ما في مكتبته، كان جيد لانه كان بيكتب كتابات بيحضر للمؤتمر الخامس نكون واضحين يعني. أوكي. فكان مهتم بالاقتصاد، وكان بيقعد في المكتب بيقرا للغيسوني عبد المنعم الغيسوني برضه في الاقتصاد، وانا بجيب كراس بس القصاصات بخدها فوقه. فعلى حال النهايه ده مشينا بتاع المكتبه في فندق فيكتوريا في شارع القصر كنيزيان، انا ومعي زول ثاني زميل هاي الكنيزيان ايكونومي يعني احنا شلناها من كينيا من غيره. طلع في الاخر لا الزول الكاتب عليه اسمه كنس. المهم فدي يعني ده اوري وحيه ونحن متخلفين، هو بس جايب خبر الحاجه. المهم فجاتني الزمن ذاك في كومر الكبير ذاك قباله يبقى هسه دفار فقاموا جو ضباط معاهم، جو قاموا قال لي والله نحن بلستني عاوزين نشيل المكتبه لانه دارين ودوها لعبد الخالق عشان يقراها. كنت ريحته مكتبه قال لي، وانا اساسا عندي خبر انه الناس دي جايين على اساس يعني ما فوجئت يعني. فقلت له شوف امشي قولوا له نعماد قالت ليك ما بتديك المكتبه دي دفعت عليها وبالتالي ما بتديك ليها، كان دار كتاب ولا كتابين ده موضوع ثاني. رفضت تدوم الكتاب؟ رفضت اديون المكتب ما كتاب، هو قال يشيلوا المكتبه كلها. ما هو واحد من الاشياء محللين الجماعه دي لك الثانيين الغسامين ديل انه المكتبه وكتاباته. طيب كويس جدا كويس جدا. اذا عبد الخالق في الحبس او في المعتقل او في العزله داخل الشجره مدرعات او سلاح الذخيره، وبعد ذاك توالت الاحداث عاصفه. يعني الكلام ده قبيل انقلاب هاشم العطبي شويه، الاحداث اللي حصلت والمواجهات الداميه. عبد الخالق يعني جات فكره تهريبه من المعسكر بتاع الشجره، وبالفعل تم تهريبه وتم اخفاؤه في مكان لا يمكن يتصوره بشر. وبعد ذاك وقع انقلاب هاشم العطا في الثلاثه ايام المشهوره 19 و20 21 يوليو 71، وبعدها
رجع نميري للسلطة وحصلت محاكمة الشجرة الدامية، المحاكمات العسكرية المشهورة. تلك قصة أخرى فوق الخيال. أنت بتملك الكثير جدا من معلوماتها وأسرارها، نحن حنتكلم عنها ونفرد لها حلقة كاملة، لأنه زمن هذه الحلقة قد انتهى. المشاهدون الكرام، أشكركم على حسن المشاهدة. سنواصل في حلقة أخرى كي نتعرف على الجزء الثاني من حياة عبد الخالق في العام وفي الخاص بلسان زوجته وتوأمه كما ذكرنا في بداية الحلقة الأستاذة نعمات مالك. أشكركم على حسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.